الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى 47 جنيه 15 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم اللي دايما بنقدم لكم فيها آخر أخبار الاقتصاد وأسعار العملات لحظة بلحظة. تعال نشوف سوا سعر الدولار النهاردة عامل كام قدام الجنيه المصري في بداية التعاملات. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه 15 قرش للشراء، 47 جنيه 23 قرش للبيع. في البنك الأهلي وبنك مصر السعر كان ثابت، الدولار وصل 47 جنيه 19 قرش للشراء، 47 جنيه 29 قرش للبيع. ونفس الأرقام تقريبا كانت في بنك CIB وبنك الإسكندرية. أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 47 جنيه 21 قرش للشراء، 47 جنيه 31 قرش للبيع. أما في بنك البركة وصل الدولار 47 جنيه و15 قرش للشراء، 47 جنيه و25 قرش للبيع. لو حابب تتابع كل جديد أول بأول عن أسعار الدولار وكل أخبار الاقتصاد ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.